السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. راديو القاهرة الكبرى. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم وبرنامجكم نبني لبكرة. إزاي إن احنا نتعلم إن احنا نعمل زي نشاط اقتصادي، ترتيب لحياتنا، تفكير سليم. كلنا دلوقتي ممكن يكون في الظروف الاقتصادية عاملة لنا أزمة مادية. إزاي نهندل الموضوع ده؟ إزاي نبص الموضوع بمفهوم تاني؟ ازاي نعمل إدارة للأزمات، أي نوع من أنواع الأزمات، سواء مادية سواء اجتماعية سواء مثلا عاطفية، كل دي اسمها أزمات. كل ده هنعرفه النهاردة من ضيفتنا معانا في الاستوديو الأستاذة أشجان أحمد رضوان، استشاري إرشاد أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية معتمد. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. ازيك يا أشجان؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت بقالك بتاع سنتين ما طلعتيش معانا على الهواء. وحشتيني والاذاعه وحشتني جدا. منورانا. الله يخليكي. ميرسي. ألف مبروك على البيبي الجديد صوفيا. تسلمي. تتربى في عزك. الله يخليك. شكرا. أشجان، يعني أنت بتشرحي لنا المواضيع كلها بسلاسة وبهدوء وبإقناع عشان نوصل لجميع مستويات التفكير والمعرفة. تحت أمرك طبعا. في دلوقتي تأثير من الظروف الاقتصادية وفي ناس كتير عندها أزمات. تمام. طيب نتكلم الأول، يعني إيه مفهوم أزمة؟ طيب، في الأول احنا لازم زي ما حضرتك قلتي بالظبط نعرف يعني ايه مفهوم الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها. في بعض المفاهيم المختلطة كده بنستخدمها كلها على ان هي حاجة واحدة. يعني حد يقول لك انا عندي أزمة، حد يقول انا عندي مشكلة. الناس بتخلط ما بين المفاهيم دي كلها ان هي حاجة واحدة. في مجال إدارة الأعمال مثلا حد يقول انا عندي إدارة لإدارة المخاطر، عندي إدارة لإدارة الأزمات. فكل دي مفاهيم مختلفة تماما في مفهومها، وبالتالي مختلفة تماما في طريقة التعامل معاها. مفهوم الأزمة هي مجموعة من المشاكل. فلازم نفهم الأول يعني إيه مشكلة. لو جينا لمفهوم المشكلة، هي حاجة عاملة لي زي مثلا لو هنديها مثال ان دي بالونة مخلياني مش شايفة الحاجة اللي وراها. يعني المشكلة هي حاجة بتعوقني في حياتي، ولكن هو سببها حاجة واحدة. أنا مجرد إن أنا أفرقع البالونة دي أنا هشوف الحاجة اللي هي حاجزاها البالونة. حلوة قوي حبيبتي. يعني المشكلة ليها سبب واحد، ولو حليته خلاص الموضوع خلص. بس بيفرق معايا هنا ان انا اكون فاهمة في المشكلة دي السبب الجذري. هل حقيقي انا مش شايفة الحاجة دي بسبب البالونة، ولا في اسباب تانية هي اللي مخلياني مش شايفة؟ ايه اللي عمل حجب للرؤية؟ فده مفهوم المشكلة. يبقى المشكلة هي حاجة بتعوقني في حياتي، بتعوقني في مسيرتي، أو حاجة مضايقاني، أو حاجة مأثرة على مودي، ولكن هي حاجة واحدة. مجرد إن أنا حليتها صح أنا خلاص كده المشكلة بالنسبة لي اتحلت. هنا ده حل المشكلة. طيب الأزمة بقى، الأزمة مجموعة من المشاكل متشابكة ببعضها. يعني الأزمة لو جيتي شوفي أسبابها بتلاقيها أسباب كتير جدا. الأسباب دي كلها متشابكة مع بعضها، بدليل إن احنا لما بنحل سبب منهم أو بنحل مشكلة منهم الأزمة ما بتتحلش. يبقى الأزمة دي هنقدر نقول إن هي مجموعة من المشاكل مترابطة مع بعضها ومتشابكة مع بعضها، وبالتالي لما بحل حاجة واحدة الباقي ما بيتحلش. طب أعمل إيه؟ أعمل ترتيب أولويات. نبتدي نرتب أولوياتنا، نشوف إيه الأسباب كلها أو إيه المشاكل كلها اللي عاملة لي أزمة، وعلى أساسه أبتدي أرتب، أشوف أنا هبتدي بإيه الأول. والبداية هي اللي هتوصلني لمرحلة إن هي لازم أبقى متأكدة إن أنا ماشية في الطريق الصح. ففي كل خطوة بحل فيها مشكلة لازم أعمل تقييم لنفسي، هل أنا كده فعلا ماشية في الطريق الصح لحل الأزمة الكبيرة دي ولا لأ؟ صح. وحسب تقييمي أنا للمشاكل. يعني في مشاكل عندي مثلا 3 مشاكل أو 4 مشاكل. تمام. تقييمي أنا الشخصي أيهما أهم.
تمام، على مش حسب احتياجاتي بالظبط كده، مش التقييم العام بالظبط. لان كل واحد عنده حاجات داخليه ليه واساسيات ليه بتختلف عن حد تاني. بالظبط. يعني احنا لو هنقيسها على الحياة الشخصية مثلا، لو حد عنده مشكلة في البيت ومشكلة في الشغل ومشكلة مادية، هنلاقي ان في هنا علاقة ما بين الثلاث حاجات. ما هو انا لو عندي مشكلة في البيت هتأثر على مودي وهتخليني في الشغل ادائي مش كويس، ولو اثرت على ادائي اللي مش كويس وبالتالي مش هعرف اخد مرتبي مثلا كامل. فهنلاقي ان الازمة مجموعة من المشاكل متسلسلة ليها علاقة ببعض. فابتدي ارتب اولوياتي. لو انا مثلا عندي مشكله في البيت، طب ايه سببها واحلها، وبعدين اخرج منها للمشكله اللي في الشغل. ما هو المشكله اللي في البيت خلتني اعمل مشكله مع مديري مثلا. عايزين نعمل فصل، يعني افصل بين قعدتي مثلا في العمل ومشاكل تانية، او مشاكلي في العمل ما تاثرش على بيتي او بيتي ما اثرش على شغلي. ازاي اوصل للمرحله دي؟ لازم اتعامل بطريقة الصناديق المغلقة، اللي هو انا خرجت من البيت هفصل تماما عن الدخول للشغل. اعملها ازاي؟ قفل الصندوق ده بيجي برضو من ترتيب الاولويات، وبيجي من التخطيط. انا لازم ابقى مخطط، عارف انا بكره رايح اعمل ايه. انا خلاص خلصت البيت، فانا عندي في تاسكات في الشغل 1 2 3. التخطيط وترتيب الاولويات وترتيب المهام هو اللي بيوصلنا لمرحله السلام في الحياه. برضو في حاجات، في دوشه حوالينا بتبقى عامله لنا كده نوع من انواع الازمات الوهميه، يعني انه يبقى في مشاكل احنا متخيلين ان هي مشاكل وهي مش مشاكل حقيقيه. سلمت عليا واتكت على السي مثلا. انت كمان بتقولي صباح الخير. ايوه بالظبط كده. فلازم نبقى عارفين يعني في ترتيب الاولويات في مصفوفه كده. لو تخيلنا مع بعض ان في مربع احنا بنقسمه لاربع مربعات صغيرين، بيتقسموا مثلا هام وعاجل، هام وغير عاجل، غير هام وغير عاجل، غير هام وعاجل. دول بيتقسموا، يعني مثلا الازمات هي الهام والعاجل، دي حاجه دلوقتي مهمه جدا وانا لازم احلها، دي ازمه لازم تتحل. زي ان مثلا انا ما عنديش بنزين في العربيه، انا خلاص يعني الحدث حصل، مش عارف اتحرك وهيترتب عليه حاجات كتير جدا. في حاجات تانية هام وغير عاجل، حاجه مهمه لكن مش حالا، وهو ده المستقبل. فده لازم انا استعد له، وده بنسميه بقى في مجال إدارة الأعمال إنه ده إدارة المخاطر، إن أنا هتنبأ باللي هيحصل من خطر وبالتالي أكون مستعد له. وهنوضح مع بعض في الحلقة إن شاء الله المفهوم ما بين الاثنين. يعني قلت مثلا حد عنده مشكلة في الشغل ومروح البيت، طالع بقى من الشغل مصدع، فالضغط اللي ممكن يعمل في البيت يقعد يسمع طول مع نفسه، أنا رايح البيت هتبسط، أنا خلصت الشغل خلاص الكآبة، يعني يقعد يكرر بينه وبين نفسه. ممكن ده يكون حل بحيث ان هو يوهم نفسه ان خلاص دي خلصت بقى. هو مش لازم يوهم نفسه، هو يعيش الحقيقة. غصب عنه الضغط بيفرغه في منطقة تانية. هو احنا لو حلينا الضغط ده قبل ما نخرج من الشغل وما اعتبرناهوش ضغط، احنا ليه بنعتبر ان الشغل ضغط؟ يعني انا لو عارف ان انا المشاكل العادية دي مشاكل عادية لازم استقبلها على ان هي عادية. ما هو استقبالي للامور لازم هو ابسطها. بالظبط. كلنا رايحين الشغل، طبيعي ان احنا هنختلف في وجهات النظر، طبيعي ان ممكن يحصل حاجات مثلا مهمة جدا يا اشجان فعلا. انا ابسط تقبل الاخر، يعني لازم يبقى عندي فكرة تقبل الاخر والرضا باللي انا رايح اعمله. يعني انا مثلا رايح افتح بيزنس، زي ما قلت لحضرتك مثلا كنت الفترة اللي فاتت ببتدي ان انا جهزت لنفسي بيزنس خاص بيا في مجال اجهزة مانع انقطاع التيار الكهربائي. دي اجهزة بتركب على الاجهزة المهمة زي الاجهزة الطبية او السيرفرات، الكاميرات المراقبة، الحاجات دي كلها. فدي صناعة حساسة جدا. بالظبط. لازم اكون متقبل فكرة. هنتكلم على لينك مخصوص ازاي افكر يعني افتح الصناديق بقى المغلقة لمجال عمل يكون يعني الحاجة اللي مش موجودة بتبقى مرغوبة. اكيد طبعا. هنتكلم عليه في لينك خاص عشان اللي سابعنا دلوقتي ونفسه يعمل اي حاجة، يعني يعمل يبتدي مشروع حتى لو بحاجات بسيطة، يعمل ايه ويفكر فيها ازاي. تمام ان شاء الله. طيب احنا ناخد فاصل، اتفضلي، ونرجع نكمل حوارنا مع أشجان أحمد رضوان، استشاري إرشاد أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية معتمد. ابقوا معنا على موجاتنا.
تليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. مكملين مع بعض ونبني لبكره على 102.2 وتليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. منورانا في الاستوديو أشجان أحمد رضوان، استشاري إرشاد أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية معتمد. اتكلمنا ان احنا لازم نفصل، يعني بيكون عندنا ازمات، الازمات دي عباره عن مجموعه من المشاكل لازم نوضبها، نشوف الاولويه بحيث ان احنا نحل مشكله نوصل للنهايه ان احنا نحل الازمه. تمام. لازم تفصل بين بيتك وشغلك، ده شيء اساسي. قدر الامكان، بقدر الامكان. ماشي، يعني وانت طالع بالشغل لازم عارفه اللي بيسمع انا مش قصير وقصير. والله هي ليها حل من الاثنين، يا اما يفصل تماما يا اما يشرك اهل بيته في شغله. يعني مثلا يسال مراته والله انا النهارده حصل مشكله بيني وبين زميلي في الموضوع الفلاني، قد يكون مثلا هو كان متعصب شويه او واخد موقف مش حقيقي او هي ليها وجهه نظر تانية. ما هو يا اما اعيش اللي معايا في اللي انا عايشه يا اما افصله عنه تماما. الهدوء هو الحل الامثل في حل كل حاجه، الخناق ما بيجيبش حاجه. بالظبط الهدوء وترتيب الاولويات. هنرجع تاني بقى للنواحي الاقتصاديه. تمام. يعني ما شاء الله عليكي انت، ما شاء الله على شركتك والكلام ده، ربنا ينجحك ان شاء الله. ربنا يخليك. دلوقتي في شباب بيسمعونا وفي سيدات عايزين يعملوا كيان ليهم. تمام. طيب انا شاب متخرج من سنة 2 5 7 تمام 10 تمام ماشي، سواء رب أسرة أو غير رب أسرة، ومثلا في البداية مثلا بيكونش عنده شغل، يعني لما الناس بتبقى سنهم بيكبر شوية ربنا بيوفق مع البحث والسعي وبيلاقوا شغل. تمام. واحد ما عندوش شغل عايز يعمل عمل حر. تمام. ممكن ان هو يفكر ازاي، يبتدي ازاي؟ طيب من قبل ما يتخرج هو المفروض يبتدي يتعلم. طب انا اتخرجت وما يعني ما طورتش من مهاراتي وما قريتش كتب عن تطوير الذات وازاي اطور من نفسي وازاي اخلي نفسي شخص مسؤول. ما هو هي فكرة المسؤولية دي محتاجة تدريب، محتاجة حد يعلمه ازاي يكون مسؤول. لو هو مش ما تعلمش ده مش هيعرف يعمله. وعشان كده بنقول ان مهم جدا في مرحلة الدراسة في المدارس من اول ثانوي مثلا ان احنا نبتدي نعلمهم ونخليهم ان هم عندهم هدف، يعني اعتماد على نفسه. يبقى معتمد على نفسه. يبقى عارف هو نفسه يكون ايه. طب انا عايزه اكون كذا، طب انا هسعى ليه ازاي؟ يعني انا عشان اوصل للطريق ده انا هعمل ايه الخطوات اللي انا هبتدي اخدها، ايه الحاجات اللي انا هبتدي اتعلمها. وطبعا ولادنا وهم صغيرين لازم يتعلموا ده عشان يطلعوا عندهم ده بشكل فطري. طيب تعالي استأذنك معلش حاجه. دلوقتي انا طالب في جامعه. تمام. هل هم اهله يخلوه فتره الاجازه ان هو يعني مثلا ينزل يشتغل؟ طبعا يشتغل ويتعلم. اصل التعليم دلوقتي ما بقاش لازم ان احنا نصرف عليه فلوس. يعني هما الولاد طول الوقت ماسكين الموبايلات والنت وكل حاجه افيلابل. لا هو مش عيب طبعا. مش عيب طبعا، الشغل مش عيب طبعا، بالعكس الشغل هيخليه يكتسب مهارات تعامل مع اخرين. شخصيته هتكون مثقله. ازاي يعني يتعلم يتعامل في الازمات. لما يقع في مشكله في شغله هيبتدي يسال اهله في البيت. اكتساب الثقافه ان انا يبقى عندي شخص مثقل، مش بني ادم فاضي هوا. يعني للأسف جيلنا دلوقتي الجيل اللي احنا شايفينه دلوقتي سواء كان بداية من اعدادي خايفة عليهم جدا ان هم يعني ده سن ولادي والله. فانا خايفة عليهم جدا ان هم هيطلعوا جيل فاضي هوا. هم قاعدين طول الوقت ماسكين الموبايلات والسوشيال ميديا وقاعدين شغلين نفسهم بيها وفاقدين التواصل مع الاخرين. يعني تلاقي مثلا الولد قاعد عمال يلعب على الموبايل او بيكلم حد من اصحابه واي حاجة
بتحصل في البيت هو مش حاسس بيها. يعني لدرجه ان ممكن اصعب حاجه ممكن تحصل في البيت حريقه مثلا والولاد قاعدين مش حاسين، ده حقيقه للاسف يعني. فاحنا الجيل اللي طالع ده هيطلع جيل مفصول عن المجتمع. لا احنا لازم نعلمهم ازاي يندمجوا في المجتمع. طب هيندمج ازاي غير لو نزل يشتغل وغير لو نزل يتعامل؟ يعني كان قبل كده قله السوشيال ميديا اهو. بالظبط. يعني انزل اشتغل اي حاجه يعني. انزل اشتغل في سوبر ماركت، انزل اشتغل في نادي مثلا، لو في ناس بتتدرب او حاجه بيحتاجوا شباب صغيرين ينظموهم، ينظموا مواعيدهم، حتى علموا حتى من غير فلوس، علموا التطوع مثلا، ان هو بس يشغل وقته ما يكونش العمل المجتمعي مهم جدا طبعا. يعني لو هيخدم في اي مكان حركه وتواجد وتعامل مع الاخر ونزول بهدف بالظبط، لانه هو ده الواقع بقى. يعني هو ده الواقع اللي هيبتدي يتعامل معاه ويتعلم ازاي يواجهه. ما هو انا ما اجيبش حد ما تعاملش مع المجتمع واجي اقول له تعالى يلا حبيبي افتح بيزنس. لا، انه يفتح بيزنس لازم يكون اتعلم وتعامل مع الناس في الشارع وتعامل مع الناس واشتغل في شركات واشتغل في مؤسسات، وحد يكون مثقل ان هو يقدر يواجه كل التحديات اللي هيقابلها. مفيش حاجه في الحياه سهله يعني. احنا دايما بنقول الحياه ليست عادله. يعني مفيش حاجه هتجيلنا على طبق من فضه. لازم نتعب ولازم نجتهد عشان نوصل للي احنا عايزينه. ولازم نكون فاهمين نفسنا وعارفين نفسنا ونعرف نتكلم مع الاخرين. يعني للاسف احنا بنفتقد اهم حاجه بتنجح اي كيان في الدنيا وبتنجح كل اسره في الدنيا، وهي التواصل. يعني ايه تواصل؟ احنا بنقول التعبير دوت في المحاضرات وبنسمعه في لقاءات كتير جدا، ونلاقي الناس مش حاساه مش عايشاه. التواصل مع الاخرين، ازاي اتقبلك بكل عيوبك قبل مميزاتك، ازاي اتعامل معاها، ازاي اخد منك اللي انا عايزه واديك اللي انت عايزه. ازاي تكون العلاقه بيننا فيها اخذ وعطاء بالتعبير العادي يعني. اخذ وعطاء، ان انا اديك احتياجاتك وتديني احتياجاتي. لو قسنا ده في حياتنا الاسريه وفي الحياه في الشغل وفي المؤسسات نفسها، علاقه المؤسسات والشركات ببعضها، اكيد كلنا هنبقى افضل وهنعدي الازمه اللي احنا فيها الاقتصاديه ان شاء الله. طيب نرجع تاني. انا دلوقتي شاب اتخرجت وعندي مهارات وعندي قدره على ان انا ادير ازمات الى حد ما، وعندي احساس بالمسؤوليه جامد، بس يعني مش عارفه ابتدي منين. تبتدي من حيث انتهى الآخرين. يعني مش مطلوب من البني آدم ان هو يقول انا هخترع حاجة ما حصلتش عشان ابتدي حياتي. لا، ابتدي من حيث انتهى الآخرين. اقعد شوف الناس اللي نجحت ازاي. طب هل الناس اللي نجحت دي عدت بأزمات ايه عشان لما تيجي تعدي بالنسبة لي ابقى انا مستعد لها كمخاطر بقى. ده انا عارف ومتنبئ باللي هيحصل. فما عيش الأزمة اللي عاشها غيري. طبعا كل واحد على حسب تخصصه وعلى حسب المهارات اللي اكتسبها في مجال معين. يعني يفضل ان انت لما تفتح بيزنس تفتحه في مجال انت اكتسبت فيه خبرة، اشتغلت فيه اكتر من وظيفة. يعني مثلا احنا لما ابتدينا البيزنس بتاعنا انا وزوجي في مجال اجهزة منع انقطاع التيار الكهربائي، للصدفة الجميلة ان احنا الاتنين كنا عدينا على شركات كتير في نفس المجال وكل حد فينا في تخصص. فلما بندخل المجال وبتتعلمي فيه وبتعدي فيه على اكتر من تخصص، بتبتدي تستوعب ايه المميزات وايه العيوب. وكمان انت كمان ممكن تستعيني بزمايلك باصحابك العلاقات. الله عليكي الله عليكي. العلاقات اداره العلاقات مع الاخرين هي دي اساس النجاح. ازاي ادير العلاقات مع الناس اللي حواليا اللي هو اساسها التواصل مع الاخرين. اخد رايهم ازاي ما يكون ليش اعداء. يعني حتى لو ليا منافسين ما يكونوش اعداء، ما نهدش في بعض. ازاي نكون كلنا ايد واحده. ازاي كل حد يساعد التاني بالمعلومه اللي عنده او المهاره اللي عنده. او يعني مثلا ان يبقى المورد بيساعد الشركات. يعني حد مثلا بيستورد اجهزه وعنده الامكانيه الماديه، محتاج لشركات صغيره ان هي تبيع له المنتجات دي. ازاي نتعاون كلنا في ان احنا نكون منظومه كامله تهون علينا اولا وتهون على الدوله. ان احنا برضو لازم. دلوقتي الدوله كمان عامله حاجه
صندوق التنمية والجمعيات، بعض الجمعيات كتير بتدي قروض يعني صغيرة أو متوسطة الحجم، إن هي بيقدم الشاب ليها مشروع وبيدي الضمانات بأن هو هينجز في الموضوع ده وهيكمل فيه، وبيدوله العائد، يعني بيدوله المادة اللي بتساعده. بالظبط. احنا طبعا ده اللي بنرجوه يعني من الدولة، رغم ان هي عليها عبء كبير. بس احنا علينا الاجتهاد وعلينا السعي، بس طبعا اللي بنرجوه من الدولة الانتباه اكتر. بيحصل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يعني انا اتقابلت مع حد من رؤساء الصندوق التنمية الاجتماعي وقال لي في حد عمل مشروع لدودة الأز. ايوه، اللي هي بيعمل خيوط الحرير. تمام. وكبر بالمشروع ده وعمل منتجات كبيرة. تمام. وتصدير. ايوه. طيب في واحدة كانت بتعمل هاند ميد من ورشة صغيرة بقت مصنع، وبعد كده وصلت للتصدير. جميل. الحاجة موجودة، بس الكيان اللي بيسعى وبيشقى وبيدور وبيفكر وبيتعب عشان ربنا يجازيه في الاخر. بيجتهد، لازم نجتهد عشان ربنا يرضينا، ولازم نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. احنا جينا الدنيا عشان نأدي رسالة. الرسالة دي اول حاجة بتمثلها هي العمل. ان احنا لازم نشتغل ولازم نسعى ولازم نجتهد عشان ربنا يرضينا وعشان الازمات كلها تعدي ان شاء الله. ان شاء الله. هنتكلم كلام كتير جدا على ازاي ان احنا نعمل اداره للازمات، وازاي ان احنا نبني نفسنا من النواحي الاجتماعيه ومن النواحي الاقتصاديه، وهنتكلم ازاي ان نكون انسان مسؤول في الازمه، وهل ده عايز صفات معينه، عايز مؤهل معين ولا لا. هو ده هنتكلم عليه في اللينك القادم. ابقوا معنا على موجتنا، وعايزه اتصالاتكم على 239 23 711 و 239 21 437. حوار مفتوح مع أشجان أحمد رضوان، استشاري إرشاد أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية معتمد. لسه مكملين مع بعض على 102.2 موجات راديو القاهرة الكبرى، والحديث على إدارة الأزمات. معانا منورنا في الاستوديو أشجان أحمد رضوان، استشاري إرشاد أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية معتمد. وتليفوناتنا 239 23 711 و 239 21 437. طيب احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي ان احنا نعمل إدارة أزمة، وازاي نشوف المشاكل المهمة نحلها، وازاي نبتدي مشروع جديد مثلا، او نشوف ايه الحاجة اللي ممكن ننجح فيها. ايوه. طيب الشخصيات دي بتكون مؤهلة ولا نسقلها ازاي، بغض النظر بقى على التربية ما قبل التخرج؟ تمام. دلوقتي حد اتخرج وهو دلوقتي عايز بإيده هو، مش خلال تعليم باباه ومامته. أيوة. ان هو ينمي شخصيته. طب لازم تكون طبيعة شخصيته ايه، او يكون دارس ايه؟ عايزين نتكلم عن النقطة دي. هو الشخص اللي بيحل الأزمات، أو اللي احنا بنسميه في سوق العمل الشخص اللي عنده سوفت سكيلز، اللي هي المهارات القيادية بقى، المهارات الشخصية، أيا كان التعبير، بيشمل يعني صفات كتير جدا. الشخص دوت مش لازم يكون خريج كلية معينة أو ليه شهادة معينة أو أخد كورس معين، لا هو مش كده خالص. هو مجموعة من المهارات بيكتسبها من خلال قراءات. يعني دلوقتي على الانترنت في كتب ملخصة، كتب كتير مترجمة، سهل جدا ان هو يقرأ تلخيصها، ان هو ياخد اللي عمله الآخرين. يعني احنا بنقول ابتدي من حيث انتهى الآخرين. ما هو انت لازم تشوف الآخرين عملوا ايه، الناس مرت بإيه في حياتها، الشركات شافت في حياتها ايه. طيب الشركات مثلا اللي عدت بأزمات، والشخصيات العامة اللي عدوا بأزمات في حياتهم، اللي نجح منهم ووصل لبر الأمان، اتعمل ايه خلال الأزمة دي. طب في شركات مرت بأزمات مثلا ماتت خلاص وانتهت. يعني احنا لو جينا مثلا لشركة زي نوكيا، هي النهاردة فين؟ رغم ودي عايزين نقول اسماء. حاضر اوكي. يعني في بعض في شركات من اهم شركات المحمول كانت يعني لامعه جدا، وكانت هي بتتصدر المقام الاول في المبيعات، وتراجعت تماما الى درجه الاختفاء لمجرد ان هي مرت بازمه، والازمه دي جزء منها
منها هي، يعني هي الأزمات في منها جزء على الشخص نفسه وفي جزء منها خارجي بسبب عوامل مثلا حوالينا، عوامل اقتصادية. انا مثلا رايحة انقل بضاعة فالمطرة مطرت، دي حاجة مش بتاعتي، ولكن انا لازم اكون مستعد لها. يعني انا ما ينفعش اخرج بحاجة المية تأذيها في جو شتاء وما بقاش مستعد ان ممكن المطرة تمطر. وفي جزء منها على الشخص نفسه. يعني شركة المحمول اللي احنا بنتكلم عنها ديت مرت بأزمة عدم التطوير. مجرد ان هي ما طورتش بنفسها وما طورتش من الامتيازات اللي بتقدمها بعض الشركات التانية، ابتدت شركات تانية ما كانش ليها الصدى بتاع النجاح اللي كانت عاملاه وعدتها تماما ونجحت وبقت اكتر منها. سباق السلحفاة والأرنب بالظبط. في برضو بعض الشركات مرت بأزمات وعدت منها بمبيعات اكتر وحققت نجاح اكبر، زي يعني مثلا في شركة مستحضرات تجميل شالوا المنتجات بتاعتها من العبوات وحطوا منتجات تانية عملت أذى كبير جدا للناس. ده حصل غش تجاري ليها. ابتدت الشركة دي طلعت بنفسها وقالت انه فعلا حصل غش تجاري، وهم اكتشفوا مين اللي عمل ده وان هم بيتحملوا كل الخسائر المادية اللي حصلت للناس، وعالجوا الناس يرجعوا الثقة تاني ورجعوا الثقة بينهم وبين العميل. بالظبط. الموضوع ده يعني مواجهتهم بالحقيقة للناس وعدم تنصلهم من المسؤولية خلاهم متصدرين دلوقتي في مبيعاتهم في مقامهم الأول، وبقت من أهم الشركات في حين أنها كانت وقتها شركة عادية. فيبتدي الشخص، نرجع تاني بقى للشخص اللي هو بيثقل مهاراته ان هو يحل الازمات، يبتدي يشوف الناس عملت ايه، الناس اللي حواليه عملت ايه، النماذج الناجحه نجحت ازاي، خطوات نجاحهم كانت ايه، النماذج اللي هي حصل لها فشل ايه اسباب الفشل اللي حصلت. ما هو انا لازم ادرس الفشل عشان اعرف انجح. برضو في من أهم المهارات اللي هو التفكير التحليلي اللي بنقعد نقول عليه بقى في المحاضرات. لازم يكون الشخص اللي بيحل الأزمات عنده تفكير تحليلي، والمدير لازم يبقى عنده تفكير تحليلي. إيه هو التفكير التحليلي؟ إن هو أنا أقدر أقيم الأمور صح، أحدد الأمور وأقيمها صح، وابتدي أوجد ليها حلول. لو عندي مشكلة هحلها إزاي، الحلول البديلة. يعني هتصورها كده بمثال بسيط. انا دلوقتي لو دخلي قليل، انا مرتبي قليل على مصاريفي، ايه الحل؟ ما انا عندي حل من الاثنين، يا اما اسيب الشغل واروح شغل تاني بمرتب اعلى، يا اما مثلا ان انا اعدد مصادر دخلي، بدل ما ابقى بشتغل شغلانه واحده اشتغل شغلانتين وثلاثه. هو ده التفكير التحليلي، ان انا اشوف الموقف اللي انا فيه فين، عايزه اغيره، هغيره ازاي، ايه الخطوات اللي انا هبتدي اتخذها. برضو لازم نتعلم ان احنا نكون ازاي نشتغل تحت ضغط. الحياة كلها ضغوط، احنا من اول ما بنخرج من البيت لحد ما نروح شغلنا بنتعرض لضغوط اصلا قبل ما ندخل باب العمل اللي احنا بنسميه ضغط. فلازم نتعلم ان احنا نشتغل تحت الضغط ده، اولا بتفريغ الشحنة السلبية اللي جوانا. يعني ما نقعدش نقول ده المواصلات صعبة والمصاريف غالية والشغل مش مقدر ومديري قلب وشه وفلانة زعلانة مني وجارتي بصت لي وانا نازلة رايحة الشغل. كل الحاجات دي لازم افرغ شحنتي السلبية اول باول. لو شخص يعز عليا اكلمه مباشرة، يعني لو حد زعلني والشخص ده يعز عليا على طول اكلمه واقول له انا زعلان من الموقف الفلاني. قد يكون ده مش حقيقي يعني، او قد يكون ما يقصدش، يقول والله لا ده انا ما كنتش اقصد يا استاذه شيرين، ده انا عندي موقف تاني مضايقني في حياتي، ده البنت عامله مشكله مع صاحبتها، ده المدام طالبه فلوس زياده. ولو الشخص ما يعزش عليا بالظبط، لو الشخص ما يعزش عليا قوي وحد عابر في حياتي، ابتدي هنا ان انا يعني اتغافل من اجل بقاء الود. يعني احنا العلاقه بينا وديه وسطحيه، اتغافل، اعمل نفسي مش واخد بالي مره واثنين وثلاثه. طالما الموضوع ما وصلش للاساءه فما فيش داعي ان انا اكبر الامور على نفسي قبل ما اكبرها على غيري. تفريغ الشحنة السلبية، الاهتمام بالأولويات، اهتم بالحاجة المهمة اللي تستاهل ان انا اهتم بيها. طب نفرغ الشحنة السلبية دي ازاي؟ زي ما قلت، اول حاجة ان انا اتكلم اللي ضايقني مباشرة. ما الشحنة السلبية دي بتيجي من ايه؟ ضغوط الحياة بغض النظر انها متضايقة من حد،
ضغوط تمام. في بتبقى ضغوط نفسية مادية اجتماعية ظروف الكلام ده كله. ازاي ان انا اعمل تفريغ للشحنة السلبية؟ يعني هنقول ايه، كل يوم او كل اسبوع مثلا؟ والله هو كل يوم يعني مهم جدا ان احنا نقعد مع نفسنا بالورقه والقلم ده. يعني مش كلام دكاتره والله خالص، لا، عن تجربه. كل يوم مهم جدا ان احنا نقعد مع نفسنا بالورقه والقلم ونوصف يومنا حصل فيه ايه. لو حسيت ان انا مضغوط قوي وكتبت يومي، هبتدي الاقي حاجات كتير قوي شحنتني وهي ما تستاهلش. لما هكتبها هستوعبها، هخرج نفسي من مرحله الاحساس والمشاعر والضغط النفسي اللي انا عايش فيه قوي ده، واستوعب حجمها الحقيقي، يعني اقيمها بشكل حقيقي. لو مش هنكتب بالورقه والقلم ونقعد مع نفسنا، احنا نقعد مع حد مقرب لينا. يعني مهم جدا مثلا ان الزوج والزوجه يجوا في وقت كده في اليوم نقعد مع بعض نحكي ايه اللي حصل في يومنا. بتحب الموبايلات؟ نكتب على الموبايلات دلوقتي، نكتب على الواتساب، انك تكلمي نفسك. في دلوقتي الجديد، الواتس الجديد، ان انت تبعتي حاجات ليكي انت على بالظبط، او على نوت على الموبايل. يعني مثلا لو في ابلكيشنز كتير، يعني في تطبيقات كتير قوي ان احنا نكتب الحاجات دي. ولو مش هنقدر نعمل دوت او ما بنحبش نعمل ده، في ناس بتحس بالألفة في وجود الناس، وده بيخفف عنهم اعباء كتير، وده افضل، وده هيساعد على التواصل اكتر. ان انا اشرك حد، يعني لازم يكون لي صديق، لازم يكون حتى لو مش زوجتي، ولادي، ان انا اقعد اتكلم مع ولادي واقول لهم حصل معايا كذا كذا في الشغل، واشركهم في الحياة بتاعتي، واعرف كمان حياتهم هم عملوا فيها ايه. زي ما قلت الزوج والزوجة، صديق مقرب اشركه في حياتي. كل حد بيبقى ليه وجهة نظر واكيد هيضيف لي. بالظبط. بس طبعا لازم ابقى عارف انا بحكي لمين وبحكي له ايه، عشان الامور ما تتفتحش يعني بشكل حاجات تكون حاجات، يعني انا بحكي بحسن نية تتاخد عليا. تمام، حلو المقطع. طيب يبقى احنا قلنا دلوقتي ان الشخص اللي هو المؤهل لإدارة الأزمات، يعني هو يكون شخص يعني مهاراته الشخصية يحاول يطورها وينميها، وهو بحيث ان هو يبتدي المشروع بتاعه، يبتدي يعمل إنشاء لنفسه كلمة، يدور على الحاجات اللي هو ممكن يبتدي يعمل فيها يوصلها. طيب تمام. عملنا مشروع، ايوه، ومشينا فيه شوية، ومعلش بتحصل أزمات. ايوه. ده الطبيعي طبعا. وخسرنا المشروع. لا، مفيش خسرنا بقى، احنا حتى لو خسرنا في المشروع مش المشروع ككل. صعب قوي قوي يعني. لازم نمر بمراحل كتير قوي عشان نقول خسرنا المشروع. مش يعني انا شايفاها انه خسارة مادية في مكسب معنوي. طبعا لازم هتفرق. وحتى لو خسرت ماديا كمل. يعني مثلا انا ابتديت مشروع وجيت في النص حسيت انه انا خسرت ماديا، او في خسائر ماديه حصله لي، او ما بكسبش المكسب المناسب مثلا، اقعد مع نفسي او مع موظفيني او مع شركائي وابتدي اقيم الوضع. طيب الدخل اللي دخل ده ايه المصاريف اللي اتصرفت منه؟ طب المصاريف دي اتصرفت في ايه؟ طب ازاي نقلل مصاريفنا؟ لا يعني كمل، عافر لحد اخر نفس في حياتك. مفيش حاجة اسمها انك تبتدي مشوار وتخسره. مش عايزين نبتدي يعني نكون مع للأسف الظاهرة اللي حاصلة دلوقتي في الاستسهال. ما تستسهلش انك تخسر حاجة، ما تستسهلش انك تخسر حد. خلي ده اخر احتمالاتك في الحياة. يعني عافر، لازم نعافر من اجل الحفاظ على علاقاتنا، لازم نعافر من اجل الحفاظ على الحاجات اللي بنيناها. دايما هتلاقيني يعني الى حد ما برجع للمفهوم الاسري غصب عني. لا، حافظوا على علاقاتكم، نتعلم ازاي نحافظ على بعض. لو في اختلاف في وجهات النظر نقوله. هرجع تاني للمشروع. لو انت خسرت جزء من الفلوس، او حتى خسرت الفلوس كلها، دور ازاي تجيب فلوس تانية تعوضك الخسارة اللي فاتت، وتقدر بيها يعني تتوقع بقى. خلاص انت عديت بمرحله من المشاكل، فانت هتتوقع ايه المشاكل اللي انت هتمر بيها، فخلاص مش هتبقى بالنسبه لك مشاكل، انت توقعت المخاطر اللي هتحصل لك في المشروع. طيب احنا عايزين نتكلم عن الموضوع ده، الاستمراريه هي وتخطيط العقبات طبعا اللي بتؤدي للفشل. هنتكلم عليها في لينك خاص. ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا. ابقوا معنا على موجتنا.
في استوديو الأستاذة أشجان أحمد رضوان، استشاري إرشاد أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية معتمد. وتليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. اتكلمنا بقى على يعني احنا اقمنا المشروع، ولازم يعني بعد الشر يعني على المشاريع كلها بيحصل لها ازمات. طيب بتحصل لها ازمات، ازاي الانسان يتخطى هذه الازمه؟ وفي نفس الوقت في حاجه تاني، دلوقتي المشروع نجح خلاص، انا ممكن اتكاسل، ما يبقاش في تطوير زي ما احنا ضربنا مثال بشركه الموبايلات، تمام، مفيش تطوير للكلام ده كله. عايزين نتعامل مع النقطه دي والنقطه دي. اول حاجه تخطي ازمه الفشل. اول حاجه اللي يخليني ان انا اتخطى الفشل ان انا اكون مخطط. يعني التخطيط، مرحله التخطيط. اول ما ببتدي بفتح المشروع ببتدي اخطط لنفسي، انا مثلا في اول 3 شهور من السنه محتاج ايه، محتاج اوصل لايه وهوصل له ازاي. يعني انا مثلا محتاج ان انا احقق مبيعات برقم اكس، طب انا هوصل للمبيعات دي ازاي؟ مين العملاء اللي انا هبتدي اكلمهم؟ مين من علاقاتي اللي ممكن يساعدني في ده؟ بعد ال3 شهور، ال3 شهور التانيين من حياة الشركة بتاعتي انا مستني منها ايه؟ مستني ان انا اوصل لرقم ايه مبيعات، طب انا هوصل له ازاي؟ فدايما اللي يخلي البني ادم ما يفشلش في حياته او ما يقعش في ازمة كبيرة صعب حلها ان هو يكون مخطط. انا مخطط انا بكرة رايح اعمل ايه في شغلي، مخطط لشركتي هيكون شكلها عامل ازاي، مخطط للتيم اللي معايا، الناس اللي بتشتغل معايا دي، الناس اللي بتشتغل معايا دي وضعها، كل حد هيبقى بيشتغل في ايه، مهامه الوظيفية هيعمل معايا ايه، هل هو بيعملها ولا لا، هل هو مفيد للكيان اللي هو فيه ولا لا. فالتخطيط بيقلل جدا جدا وقوع الازمات من اللي هي طبعا بشكل مباشر بتسبب خسائر. في ناس ما بتتعبش نفسها في ده، يعني في مدارس كتير قوي من الادارات ماشيه ان هي بالبركه كده، اللي هو احنا خلاص شغالين وبنروح الشغل وبنرجع للشغل من غير اي نوع من انواع التخطيط او التوقع. وفي ناس بتخطط وبتكسل تنفذ، ده نوع تاني من الناس. وفي ناس بتخطط وتبقى عايزه تنفذ وما عندهاش الامكانيات. وفي الحاله دي انا لازم ارجع تاني اعمل تقييم لنفسي، هي الخطه اللي انا عملتها دي مناسبه ليا ان انا انفذها ولا لا. يعني دايما بنقول لما نيجي نحدد اهدافنا ونحط اهدافنا قدامنا لازم الاهداف دي تكون قابله للتنفيذ، حاجه واقعيه. يعني ما تجيش تقول انا هفتح شركه وبعد اول سنه خلاص انا هكسب منها مثلا 10 مليون. لا، ما في يعني على ارض الواقع هل الصناعه اللي انت بتشتغل فيها دي او المنتج اللي انت بتشتغل فيه ده بيكسب بعد السنه ال 10 مليون؟ فلازم يكون اهدافي وخططي قابله للتنفيذ، حقيقيه، حاجه اقدر اعملها. لازم كل فترة اما احقق هدف من اهدافي او احقق خطوة من خطوات شركتي ابتدي اقيمها، اقيم انا كده ماشي صح ولا غلط، انا كده بنسبة كام في المية، عشان اقدر الحق المشكلة قبل ما تحصل. في نوع من الإدارة يعني هو ده الأفضل أو ده اللي بيقلل يعني بقدر كبير جدا الأزمات اللي بتحصل في الشركات، إن هو بيتوقع ويخطط وما يخليش المشكلة تحصل. يعني في ناس بتستنى لحد ما تقول طبعا ما اشوف النتيجة اللي هيحصل بقى من اللي احنا عملناه ده ايه. لا، انت لو متوقع ان في مشكلة هتحصل، لا اقف على طول وما تستناش انها الحق نفسك وما تستناش انها تحصل، او ما تديش ليها السماحيه اني اجرب في شركتي. يعني دايما خليك في منطقه الامان على قد ما تقدر من غير ما تبقى متكاسل. برضو لو لقيت عندي مجموعه من الازمات كتير دخلتني في حاجه اسمها فوضى، يعني احيانا في شركات بتحصل فيها ازمات كتير قوي لدرجه الهيصه، اللي هو احنا مش عارفين المشكله جايه منين. لو وصلنا للمرحله دي هنا بتكون يعني بتسمى في علم الإدارة كده السلبية عين الإيجابية. اركن على جنب. انت لما تلاقي الدنيا هيصة ودوشة وحواليك مشاكل كتير، على فكرة حتى ده أستاذة شيرين في الحياة، انت لما تلاقي حياتك اتكعبلت كده وحاسس ان في مشاكل في البيت ومشاكل في الشغل ومشاكل مع الولاد ومشاكل مع اصحابي وانا حاسس ان الدنيا هيصة والعربية مش مترتبة وحياتي كلها بايظة، اركن على جنب. يعني اقف وقفة كده واستنى شوية، شد الفيشة.
شد الفيشه ودي مساحه للضباب انه يعدي. يعني يعني بابا الله يرحمه كان دايما يقول لي في مشاكل في الحياه اشجان لو ما عرفتيش تحليها هي هتتحل لوحدها. فنقف كده على جنب، يعني زي ما بنقول السلبيه عين الايجابيه، اهدى وقف على جنب. ده لا برود ولا تنصل من المسؤوليه. ما هو مش معنى ان انا شخص مسؤول انا طول الوقت مكشر وطول الوقت ضاغط على نفسي وطول الوقت ماشي في الحياه بقى لا ده انا راجل مسؤول حاسبه محدش يجي يقرب مني. لا، خليك هادي وخليك متصالح مع نفسك ومتصالح مع اللي حواليك. الهدوء ده مش سلبيه ومش برود ولا تنصل من المسؤوليه، لا المسؤوليه هي الهدوء. في قصة جميلة كده أحب أحكيها اسمها أنا الشخص الذي يجلس وقت العاصفة. كان في حد عنده مزرعة كبيرة جدا، والمزرعة دي كانت بتيجي في الوقت بتاع العاصفة والجو بتاع الخريف وكده كانت بتتعرض لخسائر مادية كبيرة جدا. الراجل ده كانت المزرعة دي يعني حلم حياته ومشروعه الأساسي وما يقدرش يستغنى عنها، يعني هي أهم من بيته وعياله. فابتدى ان هو يعمل اعلان عن شخص يدير المزرعة دي خصوصا في الوقت بتاع تغير الجو والتغير بتاع المناخ. لما نزل الاعلان ابتدى انه يلاقي ناس كتير قوي بتقعد تسأل عن الوظيفة وتفاصيلها تهرب ما تبعتش السي في بتاعها او ما تتقدمش للوظيفة. ابتدى يعلي في المرتب بتاعها، قال يمكن انا حاطط مرتب قليل. لقى مع الوقت شخص باعت يقول ان كل مهاراته انه الشخص الذي يجلس وقت العاصفة. طبعا ما اهتمش خالص بالسي في ده او بالرساله بتاعت الشخص دوت، وقال انا يعني عايز بقى حد يبقى واخد كورسات ومتعلم تعليم كبير ومر بالموضوع ده وعمله في اكتر من مزرعه وكده. مر وقت كتير قوي ولقى انه الناس برضو بتهرب من الشغلانه، الناس برضو بتسأل عن المرتب وبتهرب من الشغلانه. فاتصل بالشخص اللي قال بس في السي في بتاعه انا بجلس وقت العاصفه. قال له ان هو عايز يقابله. قال له ايه خطتك انك تمسك المزرعه بتاعتي؟ فقال له اديني فتره من التغير المناخي دوت وشوف نتيجه شغلي ايه. فطب انت مريت بده فين قبل كده؟ فقال له انا عايز بس موقف واحد، يعني تغير مناخي واحد يحصل وهتكلم مع حضرتك عن كل مهاراتي وخبراتي السابقه. يعني فعلا سلم المزرعه للشخص دوت وراح هو اهتم بشغل تاني بيديره واهتم بحياته خلاص وكده. وجي وقت تغير المناخ ده لقى ان المدير اللي ماسك المزرعه دي ما اتصلش بيه او ما استنجدش بيه في حاجه. قال ايه ده ازاي يعني ازاي ما رجعليش وازاي ده واضح ان الدنيا غرقت وباظت بقى خالص. وهو طبعا حط في بطنه بطيخه صيفي واطمن ومشي. جري بسرعه على المزرعه بتاعته. اول مكان اتجه ليه هو المكان اللي بيقعد فيه المدير ده. فقال له ايه ده انت قاعد مكانك؟ وتوقع بقى انه هيبقى في المزرعه نفسها وسط بقى المحاصيل والحيوانات اللي هو مربيها والحاجات دي كلها. قال له انت ازاي قاعد على مكتبك هنا كده وانت سايب الدنيا بره تخرب وقاعد على مكتبك؟ فقال له انا قلت لك ان انا الشخص الذي يجلس وقت العاصفه. احنا دلوقتي وقت العاصفه وانا قاعد على مكتبي عشان خلال الشهور اللي فاتت من اول ما استلمت الشغل انا استعديت للحيوانات بالبيئه المناسبه ليها اللي انا هحطها فيها وقت العاصفه. استعديت للمحاصيل بالبيئه المناسبه ليها وبالمكان المناسب ليها وقت العاصفه. عينت الموظفين اللي هم يخلوا بالهم من المحيط والبوابات بتاعه المزرعه، وبالتالي انا وقت العاصفه قاعد مستريح. انا الشخص الذي يجلس وقت العاصفه. لازم نتعلم ان احنا كلنا نكون الشخص الذي يجلس وقت العاصفه. نتعلم ازاي نتوقع المخاطر اللي هنمر بيها، نتوقع الازمات اللي هنمر بيها. يعني مجرد ما استوعبنا ان في ازمه اقتصاديه خلاص احنا واستوعبنا غلاء الاسعار ولقينا فعلا الحاجه غليت. طب نتعامل مع الموقف ازاي؟ لازم اكون جاهز بخطط بديله.
لازم اكون جاهز لو انا مرتبي ده مش مكفيني، طب انا هزود عدد ساعات شغلي ولا في نفس الشغل ولا هشوف شغل تاني؟ طب ايه مهاراتي اللي اقدر استغلها؟ يعني مش لازم تبقى شخص مثلا بتشتغل في حاجة واحدة عشان انت اتخرجت من كلية كذا. يعني بالمناسبة انا خريج كلية فنون تطبيقية قسم طباعة ونشر وتغليف، ودي حاجة بعيدة تماما عن البيزنس اللي انا بشتغل فيه. طب هل انا بشتغل في البيزنس الخاص بتاعي فقط؟ لسه مكملين مع بعض ونبني لبكره على 102.2، ومنورانا أشجان أحمد رضوان، استشاري إرشاد أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية معتمد. عايزين نتكلم على استثمار المهارات. ازاي انا عندي مهارة معينة استثمرها بطريقة سليمة تعمل لي تغير في حياتي، تعمل لي مكسب، تعمل لي حاجات حلوة يعني. ايوه، مهم جدا ان احنا نعرف مهاراتنا كويس عشان نعرف نستغلها. يعني مثلا في ناس بتبقى درست في تخصصات في الجامعة واتخرجت من كلية معينة، وكنا بنقول قبل الفاصل مثلا ان انا خريج كلية فنون تطبيقية قسم طباعة ونشر وتغليف، ودي حاجة تكاد تكون بعيدة كل البعد عن البيزنس مثلا الخاص اللي انا فتحت فيه شغلي. هل مثلا لما تدرس في كلية وتاخد منها شهادة خلاص كده انت ركنتها على جنب لو اشتغلت في حاجة ملهاش علاقة خالص بالكلية؟ لا، ده غلط. اكيد خلال مثلا 4 سنين او ال5 سنين اللي انت درستهم في الكلية اتعلمت حاجات. راجع نفسك في الحاجات اللي انت اتعلمتها دي وشوف انت ازاي تقدر تستغلها. يعني مثلا اللي درس حاجة في الفنون زي مثلا التصميمات الجرافيك، او انا بتكلم مثلا عن تخصصي، طب اقدر استغل ده ازاي؟ يعني استثمره بحيث ان هو يكون بالنسبة لي مصدر دخلي، يحسن من دخلي، وفي نفس الوقت اقدر اطور منه. عدم استغلال المهارة زي بالظبط الأجهزة. أنا لو عندي جهاز وما استخدمتوش هيبوظ. لا، استخدامه هو اللي هيخليني اعرف الاوبشنز اللي فيه، ايه الخصائص اللي فيه، ايه افضل استغلال ليه. تنمية المهارات بتيجي من استخدامها. كل ما استغل المهارة بتاعتي واستخدمها هبتدي اطور منها، وهتبتدي تكون مصدر دخل ليا او مصدر سعادة ليا. مهارة مثلا التواصل مع الاخرين، ان انا بعرف اتعامل مع الناس، او ان انا اقعد اعمل معاهم اتفاق، او ان انت تقعد في قعدة وتحل مشكلة، برضو ده نوع من المهارات. المهارة دي لو انا ما اهتمتش بيها واهتميت بتطويرها برضو هتروح مع الوقت. فلازم كل شخص يبقى قاعد هو مراية نفسه، يكتب كل المهارات اللي عنده او الصفات بتاعته ويشوف ازاي يحولها لمهارات. احيانا الصفات العادية بنقدر ان احنا نحولها لمهارات تكون بالنسبة لنا مصدر دخل او مصدر بهجة لينا وللي حوالينا ولأسرتنا ولشغلنا. برضو مهارات التفاوض، ودي حاجة احنا بنفتقدها جدا في الفترة الأخيرة، انه اتنين حتى لو بيتناقشوا مع بعض في فكر معين، خلاص لو التاني مش مقتنع خلاص يا عم وقوم قايم سايب القعدة. لا، لازم نتعلم ازاي نتفاوض مع بعض. احنا مش اعداء على فكرة، لا احنا نتفاوض ونوصل لحل مع بعض، نوصل لفكر معين، نوصل لمشروع معين، نوصل لمهمة معينة، انهاء الامور مع بعض. لازم ده نتعلمه، وده اللي احنا بنسميه مهارات التفاوض. ان احنا نبتعد عن المثالية. مفيش حاجة في الحياة بيرفكت يعني او سليمة 100% او هايلة 100%. لازم نبتعد عن فكرة المثالية. مفيش حاجة كاملة. فكرة الكمال دي لازم نتنازل عنها شوية، نقلع عباءة المثالية. فكرة التقبل الآخر، فكرة البعد عن المثالية الزايدة. المثالية دي مش في شخصيتنا بس أو في الآخرين بس، لا أنا مثالي ولا أنت مثالي، ولا الحاجة اللي احنا الاتنين بنطلعها لازم تكون مثالية بدرجة 100%. ولا شركتك هتبقى أحسن شركة في الدنيا، ولا مشروعك هيبقى أحسن مشروع في الدنيا، غير بيك وغير بتعبك وغير بمجهودك وغير بأن أنت بتقيمه كل فترة. زي ما قلنا المرونة، خلينا مرنين مع بعض في علاقاتنا، خلينا دي مهارة. يعني المرونة في حد ذاتها
هي مهارة لازم نتعلمها ولازم ندرب نفسنا عليها. مش من أقل نقاش خلاص ننهي الحديث مع بعض، مش من أقل خلاف ننهي العلاقة مع بعض. لازم يكون عندنا مرونة في العلاقات ومرونة في العمل. لو فرد مننا في العمل غلط، التاني هيتعامل مع الموقف ازاي؟ هل هو خلاص انا اصطدت لك صيده بقى وهبتدي اكبر المشكله واكبر الموضوع ونتحدى بعض، ولا احنا زي فريق الكوره بنشتغل كلنا مع بعض كلنا يعني بندي الكوره لبعض عشان خاطر نوصل ان حد فينا يحقق هدف. يعني لو بصينا مثلا لفرق كره القدم، ما بيبقاش فارق مين اللي جاب الجون على قد ما الفريق نفسه هو اللي جاب الجون. يعني خلينا نعمل بالظبط حاجه جماعيه لوصول لهدف واحد. بالظبط. نتخلى عن فكره انه شخص واحد هو اللي باين. لا، مش لازم يتقال ان فلان هو اللي نجح في المشروع. لا، هو المشروع بتاعنا هو اللي نجح. وعشان كده الامور دي مش حاصله دلوقتي. ليه ابتدينا في المدارس نبعد عن فريق الكشافه والرحلات اللي كانت بتطلع والمهام اللي كانت بتطلب من عمل جماعي؟ لا، كل واحد بقى شغال لوحده. حتى المشاريع في المدارس بقت كل واحد بيعمل مشروع لوحده. المشاريع التخرج بتاعه الكليات كل واحد بيعمل مشروع لوحده. لا، بتبقى مجموعات. مهم جدا ان احنا نبقى مجموعة ونشترك في عمل واحد ونشتغل كلنا على نجاح العمل ده بإذن الله. أشجان أحمد رضوان، استشاري إرشاد أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية معتمد. انتي اديتينا معلومات حلوة قوي. تسلمي على راسي. واديتينا يعني ثقل معرفي قوي، وأكيد يا رب يكون الناس اللي سامعيننا استفادوا من حلقة النهاردة، وإن احنا نبقى قادرين ونعلم أولادنا من صغرهم إزاي يتحملوا المسؤولية، وإزاي يحلوا مشاكلهم، وإزاي يغطوا يعدوا الأزمات اللي ممكن تواجههم. بالظبط. إزاي الأسرة تبقى متكاتفة، والزوج والزوجة يبقوا مع بعض في ود، ان هم يعني سند. اسمحي لي ان انا اهدي الحلقه لزوجي رامي، شريك نجاح وشريك كفاح وشريك عمر. ربنا يوفقك. فمهم جدا ان الزوجين يكونوا متفاهمين. مهم جدا ان يكون هدفهم واحد. ندور على حلقات مشتركه بيننا وبين بعض، ان احنا نقرب بيها المسافات ونتعلم ازاي نتفاهم مع بعض، وازاي نتعلم ازاي نعدي ازماتنا مع بعض. والحياه مش جنه. احنا اتخلقنا في الدنيا عشان نتعب وعشان نكافح وعشان نأدي رسالة. بس المهم احنا بنتعب مع مين، والشخص الآخر شايف ده ومقدره ولا لا. قدروا بعض وحبوا بعض على قد ما تقدروا. دي نصيحتي لكل الناس اللي بتسمعني، ان احنا نحب بعض ونقدر كل حاجة التاني بيعملها، وكل شخص بيعمل مجهود عشان الطرف الآخر. ده اللي بيؤدي للنجاح. ويا رب ان شاء الله كل الناس توصل لأهدافها ان شاء الله. وربنا يكرمك يا أشجان. شكرا، نورتينا حبيبتي. تسلمي. وان شاء الله نتقابل قريبا ان شاء الله، ما نغيبش كده بالسنين ان شاء الله. اكيد تحت امرك. شكرا لكم اعزائي المستمعين، لكل من تابعونا في هذه الحلقه. وبشكر الاستاذه أشجان احمد رضوان، استشاري ارشاد اسري وتربوي ومدرب تنميه بشريه معتمد. كنا معاكم أسرة تنفيذ على الهواء، هندسة إذاعية عماد حمدي، وبسعد بكم دايما شيرين الدسوقي. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، ونبني لبكرة.